ايه ده يا جماعه؟ ايه المتعه دي يا جماعه؟ والله العظيم ما عارف ايه المتعه دي من برشلونه واتلتيكو مدريد يا جماعه. انا نفسي ماتشات الدوري الاسباني تبقى كلها كده. الهدف الاول من اتلتيكو مدريد من باص عالمي، وحرفيا كلمه عالمي دي قليله عليه، من هنا للاعب اللي هنا عشان يكسر مصيده التسلل بتاعت هانس فليك للمره المليون. روح المعلم بدري ردد عليه ويقول له مصيده التسلل دي بتاعتنا احنا يا حبيبي، مصيده التسلل ايه اللي انتوا عايزين تعملوها؟ بدري من هنا يودي المعلم رافينيا انفراد هنا على طول، جد على طول بكل سهوله بهدف التعادل. اتفرج على المتعه، اتفرج على متعه الباص. بص عشان بدري يجي يعمل المتعه دي، اتفرج كل ده حصل في 30 35 دقيقه بس عشان يجي بعديها الكره اللي انا مش فاهمها لحد دلوقتي. بس اكيد يعني في محللين يطلعوا يتكلموا ويقولوا لنا القانون بيقول ايه في حاجات زي كده، وحضرتك مش فاهم يعني. خوان جارسيا حارس برشلونه كان في اللقطه اللي الكوره جت في ايده دي كان بره ال 18 اصلا، وسيميوني قال لك هاند بول والناس كلها احتجت والحكم قال لك ما فيهاش اي حاجه وكمل. انا لحد دلوقتي مش عارف ده ايه الصراحه، بس هنعرف يعني. عشان بعدها يجي ضربه جزاء للمعلم ليفا ويخش يدشمل ازاز بيتنا. الكوره وصلت لحد عندي هنا في القاهره، يعني مش عارف ايه ده الصراحه. تقريبا برضو اخر ضربه جزاء كان شيطها ليفا، قبل دي كان شيطها برضو في السما، فاعتقد يعني ما حدش هيديله ضربات جزاء تاني. بس انا اتمنى نكمل بنفس الطريقه الممتعه دي من اتلتيكو مدريد وبرشلونه في الشوط الثاني.